لما شادية كلمت الشاعر أحمد شفيق كامل عشان تطلب منه أغاني، قال لها اتحجبي يا شادية واقعدي في البيت. قفلت السكة في وشه وراحت للشيخ الشعراوي اللي أجبرها تخلف وعد وندر بينها وبين ربنا. ولما طلع عليهم إشاعات إنهم متجوزين عشان يعني كانت بتروح له كل يوم والتاني في بيته، قال زواجي من شادية شرف لا أدعية. وفي الآخر شخصية رايا في مسرحية رايا وسكينة هي سبب اعتزالها للفن. قصص يمكن أول مرة تسمعها عن الفنانة شادية. فبراير هو الشهر اللي اتولدت فيه دلوعة السينما المصرية الفنانة شادية، اللي اتفق عليها الجمهور والنقاد، لو ما حبتهاش في الفن هتحبها في الغنى، وكل أعمالها الفنية عايشة معانا لحد النهاردة. من أكتر القصص المثيرة في حياة شادية هي قصة اعتزالها وعلاقتها بالشيخ الشعراوي بعد الاعتزال. ولما دورنا ودعبسنا وراها شوية لقينا لقاء ليها في الراديو بتحكي فيها القصة كلها، وقالت إن فكرة الاعتزال ما جاتش بين يوم وليلة، هي بتفكر فيها من أول ما بدأت عالم الفن، لكن حياتها كانت زحمة، لو مش بتمثل فيلم يبقى بتعمل أغنية أو عندها حفلة مهمة أو مسرحية. ولأن شادية الفن بالنسبة لها إدمان، ما كانتش قادرة تبعد عنه، كل ما تاخد قرار الاعتزال كان بيتعرض عليها عمل فني جديد فترجع شادية في قرار الاعتزال وتكمل تمثيل وغنى. وده نفس اللي حصل معاها لما اتعرض عليها مسرحية رايا وسكينة. قبلها كانت شادية مقررة الاعتزال خلاص، لكنها ما قدرتش تمسك نفسها لما جالها ورق مسرحية رايا وسكينة، لأنها كانت بتحب شخصية رايا جدا. هو ما كدبتش شادية خبر، هو مضت عقود المسرحية وما كانتش عارفة إنها بتنهي بالمسرحية دي مشوارها الفني. مسرحية رايا وسكينة استمرت 4 شهور. طول المدة كانت شادية بتخلص مسرح على الساعة 2 بعد نص الليل، عقبال بقى ما تروح وترتاح شوية كان الفجر بيأذن، وهنا بدأت تنتظم في صلاة الفجر. خلصت المسرحية وفضلت علاقة شادية بالصلاة مكملة. الصلاة وقراية القرآن خلوا شادية مش متقبلة الغنى وكلماتها، وكل ما يتعرض عليها سيناريو ما تقدرش حتى تقراه. حاولت إنها تكلم الشاعر أحمد شفيق كامل وتطلب منه يعرض عليها أغاني، لكنه حس بصراعها الداخلي وقال لها يا شادية انت عايزة تتحجبي، وده اللي لازم تعمليه إذا كان ده إحساسك. شادية سمعت منه الكلمتين دول وقفلت السكة، اتصلت بالشعراوي، أخدت منه ميعاد وراحت له جري. ولما حكت له حكايتها رد عليها بإجابة ما صدقتهاش. قالت له شادية أنا هعتزل وأقعد في البيت وأتحجب، بس كنت واعدة ربنا إني هعمل أغاني أشكره بيها على كل نعمه عليا وعلى النجاح اللي كرمني بيه طول السنين اللي فاتت. بس بقالي فترة حاسة إني مش عايزة أغني أصلا، عايزة أصلي وأقرأ قرآن بس. قال لها الشعراوي قرارك ده هو أحسن مليون مرة، سيبك من الوعد والندر وصممي على رأيك. وقالت شادية أنا نزلت من عند الشعراوي وكأن بنت عندها 16 سنة بالظبط، مبسوطة وسعيدة وحاسة الدنيا حاجة تانية. من وقتها النور عرف طريق حياتها. أما بقى إشاعات ارتباطها بالشيخ الشعراوي، فسبب انتشارها هو إن شادية كانت كل فترة تروح للشيخ الشعراوي البيت وتاخد معاها الفنانات المعتزلات أو اللي عايزين ياخدوا خطوة الاعتزال عشان يستشيروا الشيخ الشعراوي في أمور الدين. ولما انتشرت الإشاعة دي واتسأل الشيخ الشعراوي قال زواجي من شادية شرف لا أدعية، عشان بالجملة دي ينفي كل الإشاعات اللي طلعت عليهم في الوقت ده. وعاشت شادية اللي باقي من عمرها بين عباداتها لحد ما توفت في نوفمبر 2017.